ازيكم؟ النهاردة في موضوع مهم هنتكلم عليه. هو موضوع حساس جدا وربنا يستر ونعرف نتكلم فيه. الناس كانت عايشة زمان بعلاقة عادية جدا، واحد اتنين تلاتة، خلصنا يلا ناخد الشاور الجميل والحمد لله، وعندنا 5 عيال أو 7 عيال، والناس كلها متراضية ومبسوطة. فجأة كده طلع لنا في البخت حاجة بيقولك عليها ايه؟ الجنس الفموي. يعني ايه يا جماعة الجنس الفموي ده؟ بيقول لك يا عم مش بس العلاقة بتبقى كده وحاجات بتخش في حاجات، لا، ما احنا بنسيب الحاجات اللي بتخش في حاجات وندخل البق او الفم او البج في الحاجات، او الحاجات تخش في البق فالبق واللسان او الفم واللسان بقوا طرف مهم جدا في العلاقة، للأسف الشديد مهم جدا في العلاقة. وبما ان الموضوع فيه طرفين، فالفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الراجل الزوج، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن الزوج. اول حاجة لازم نقولها ان في ستات كتيرة بتقرف من الموضوع ده وبترفض تعمله، ومعاهم الحق تماما. يعني لو زوجتك قالت انا بقرف من الحاجة دي، ما تقدرش ترغمها على حاجة، والحاجات دي اصلا ما ينفعش حد يترغم عليها. الحاجات لازم تكون بالمحبة وبالقبول وبالتراضي وهكذا. في البداية عايز اقولك على شوية نسب كده، وركز معايا عشان تعرف الدنيا رايحة فين. النسب دي جاية من الغرب، لان للأسف ما نعرفش نعمل دراسات في مصر. محدش يعرف يعمل دراسات ولا يعرف يسأل الستات اذا كنت بتعملي جنس فموي او لا، مش هينفع. فالنسبة دي جاية من حاجات غربية. بيقول لك ان 90% من الستات بيقبلوا يعملوا الحاجة دي، 90%، بس بره عشان منفتحين زيادة. 10% بس اللي بيرفضوها وما بيعملوهاش. طب 90% دول بقى ركز معايا في اللي جاي، فيهم بس 40% بيعملوها عن محبة، يعني هم اللي حابين. يعني الست اللي بتبادر بتقوم جايه ماسكه كده مقلعاه كده، وتعالى انا عايزه اعمل لك جنس فموي، ده 40% بس. طيب امال ال60% بقى اللي فاضلين بيعملوه نوع من ان هي بتسعدك، بتحاول تساعدك، لان الموضوع ده طبعا بيساعدك على الانتصاب وكلام من ده، وبتحاول تساعدك وبتخليك مبسوط. يعني هي كأنها بتقدم لك حاجة عشان انت برضو ربما تقدم لها حاجة، وان هي جزء من العلاقة. بس مش بيعملوه عن رغبة، يعني هم ما عندهمش رغبة، بيعملوه كده عشان خاطرك انت بس 40% بيعملوه هم حابينه. الفكرة وصلت؟ في فرق ان الست بتعمله من رغبة جواها ان هي حابة تعمله، وفي فرق ان هي بتعمله عشانك. وطبعا انت عارف وانا عارف ان احنا لو عملنا دراسة في الشرق الاوسط هتطلع النسبة اقل من كده بكتير، لان الستات مش متعودة وبتشوف الموضوع مقرف، وبتشوف الموضوع ربما حرام، ويا عم مش عارف ايه، فتتلاقي النسبة نزلت جدا. يعني انا لو حبيت اختارها من دماغي كده ممكن اقول لك ان 50% من الستات بس هي اللي بتعمل الموضوع ده، وال50% دول نصهم بس او اقل من نصهم اللي بيعملوه عن رغبة، يعني هي حابة ان هي تعمل كده. والنص التاني طبعا بيعملوا ترضية للزوج. يعني لو خدنا 100% من الستات ممكن تقول 25%، بس 25% اللي ممكن الست تعمل الحاجة دي بمحبة من جواها، ان هي بتحب تعمل الحاجة دي. وباقي ال75% ما بين اللي مش عايز خالص، وما بين اللي بيعملوا ترضية، وما بين اللي بيعملوا أكل عيش وعشان المركب تمشي. فمبدئيا لو زوجتك قالت لك لا، ما عندكش حل تاني غير انك تقول امين. هتيجي بقى تعمل مشكله، تقول طب ما انا رايح ابص لبره، مراتي ما بتقدمليش الحاجه ديت والستات كلها بتعمل، واشمعنى انا اللي مراتي ما بتعملش؟ انت مش شاري عربيه فول اوبشن فيها كل حاجه، انت متجوز انسانه في حاجات هي بتحب تعملها وفي حاجات ما بتحبش تعملها. ده طبيعي جدا، زي انت نفس الموضوع، ما فيش حد كامل. فطبيعي انك تقبل بعض النواقص، مش النواقص ان الست دي مش فول اوبشن، ما هيش بيرفكت، فيها حاجات مش احسن حاجه، زي ما انت فيك حاجات مش احسن حاجه. طيب بالنسبه للست، يا ست الكل، الحاجه دي مهمه جدا عند الراجل، مهمه كمان نفسيا، ان هو بيحس ان انت حابه كل تفاصيله وبتخش في كل تفاصيله. فالموضوع ده بالنسبه للراجل متعه مركبه، متعه ان هو مرغوب، وان اعضائه مرغوبه، وان الست ديت
بتعمل له حاجة ان هو حد يستحق انه يتعمل له كده. يعني كأنه كده ايه، انا راجل مهم يا جماعة، الست دي بتحبني يا جدعان انا. فالموضوع مش بس عضوي او جنسي، الموضوع له ابعاد نفسية. لو تعرفي اهميته اكيد اكيد هتيجي على نفسك وتجربي وتحاولي تتعودي. كل حاجة بالتعود. يعني انت لو اتعودتي مرة في مرة تبقي اول مرة قرفانة بنسبة 90%، بعدها تبقي قرفانة بنسبة 80%، بعدها 70%. هتيجي تبص بعد سنة سنتين جواز كده هتلاقي نفسك الموضوع بالنسبة لك لطيف جدا. وزي دايما ما بقول الكلام ده بيعتمد على الناس اللي بتحب بعضها. يعني لو مفيش حب والناس قرفانة من بعض فأكيد يعني ما جاتش، مش هتيجي بقى، مش هنروح نعمل جنس فموي واحنا أصلا قرفانين من بعض يعني. فأكيد أنا بتكلم عن الناس اللي بتحب بعض وعايزين يطوروا حياتهم الزوجية. طبعا أهم حاجة وأنا مفكرها إن هي حاجة بديهية المفروض إن أنا ما أتكلمش فيها، بس خلينا برضو نقول كل حاجة: النظافة يا عم الحاج. يا عم الحاج الموضوع حساس جدا وتفاصيله انت عارف وانا عارف، والله يكون في عون الست ان هي تحط بقها في اماكن زي كده. فتيجي على نفسك بقى شوية، يعني ظبط كل التظابيط، ظبط كل حاجة، احصد النجيلة وظبط كل حاجة، وخد شاور قبل العلاقة مباشرة. يعني انا اعمل الساعة 9 الا ربع، 9 وربع هتيجي هي، هخش اخد شاور حلو كده وبرفن كل حاجة. مش هبرفن كل حاجة عشان الريحة ما بتبقاش، بس كل حاجة تبقى فاهم ازاي تتاكل اكل كده يا جدع. خليك انت حساس، خليك انت، مش هقول لك انت برنس. وخلي بالك حتى انت لو عريس جديد ان الانسان ساعات بيحصل له صدمة من حاجة ما بيعرفش يعملها تاني. يعني طالما انت مش ضامن 100% ان انت نظيف، المكان نظيف وكل حاجة نظيفة، ما ترغمش مراتك ان هي تعملها، لانها لو عملتها مرة وحصل لها نوع من القرف الكبير مش هتعملها تاني، يبقى انت عقدتها. فانت ما تطلبش الحاجة دي. حتى هي لو طلبت ان هي تعمل لك الحاجة دي وانت مش جاهز، قول لها لا مش عايز، لغايه اما تبقى جاهز ومظبط كل حاجه والحاجه تبقى جاهزه ان هي تتاكل اكل كده، تبقى انت تطلب الحاجه دي. لان في ستات من مره واحده اتعقدت وفصلت ومستحيل تعملها تاني. فبلاش تخسر الموضوع. طيب انت بتقرفي خالص بقى، نضيف مش نضيف، انت قرفانه. إيه، في حاجه برضو اقولها كحل، انا شايفها حل، انا ما اعرفش والله اذا كانت تنفع ولا لا، انك تاخديه وتخشوا تاخدوا شاور مع بعض، وانت تغسلي الحاجه بايديكي وتبقي ضامنه ان الحاجه ديت نظيفه 100%. عمايل ايديا يعني على ايدك يا تاجر، كل حاجه على ايديكي وانت اللي مظبطه وانت اللي مزفلطه كل حاجه. وممكن في الحمام وتحت الدش كده والدنيا لطيفه، ممكن تجربي تبداي ويحصل ألفة بينك وبين المسائل وتبقوا صحاب والدنيا تبقى لطيفه. فانا عايز اقول لك حاجه: في فرق انك تعملي الحاجه بقرف فالراجل يقول لك بص ما تقرفنيش انت مالك هترجعي علينا ليه كده، وفي فرق انك تعملي الحاجه بمحبه. وهتيجي واحده تقول لك طب انا اعمل ايه، ما انا ما اعرفش، انا ما جربتش. انت لو فكرتي ان انت عايزه تسعدي الكائن ده، مش الكائن الراجل، لا الكائن الصغير ده، الكائن البسيط ده اهو، لو انت عايزه تسعديه هتلاقي نفسك لوحدك بتعملي الحاجه مظبوطه. انت حط نفسك مكانه، حط نفسك مكان الشخص ده وتخيلي هو عايز يستقبل ايه، مش يستهبل، لا يستقبل. فانت بشطارتك هتقدري توصلي للحاجة الصح. والله ما بتحتاجي تعليم، ولا بتحتاجي تتفرج على حاجات إباحية، ولا محتاجة حد يقولك على حاجة. انت بس حط في دماغك انك تمتعي الكائن المسكين الصغير ده، على الله ما يكونش صغير جدا. فأتمنى ان انت تركزي انك تمتعيه، والله هتمتعيه. مصممة انك تقولي مش عارفة ومعرفش وكلام من ده، اعملي اللي تقدري عليه، اعملي اللي تقدري عليه. امسكي الحاجة وقولي بسم الله، واللي يطلع من ذمتك الراجل ده هيحمد ربنا عليه. هو مع الوقت هيقولك اه كده كويس كده احسن، زودي. طيب في حاجة انتشرت اليومين دول بقى، الهابي اندنج. طبعا موضوع الهابي اندنج ده على حسب الرغبة، على حسب الراجل حابب يعمل الاندنج بتاعه فين او حابب يخلص فين. فانتي وقبولك، يعني في ست بتقرف من السائل ده خالص مش عايزة تلمسه، وفي ست ممكن تلمسه، ممكن الراجل يخلص في المكان اللي يعجبه، على حسب رغبتك وعلى حسب رغبته. بس زي ما بقولك كل حاجة بالتعود.
ما تتخضيش وتقرفي وتخافي والجو السلبي ده، لا لا يعني مش كل، حاولي تقولي طب ما اجرب، وهتلاقي الدنيا لطيفة. وممكن في حاجات ياما ما كنتيش تتوقعي انك تعمليها هتلاقي نفسك بتعمليها وحبيتيها، والحياة اتحسنت كتير من الناحية في تفاصيل صغيرة بقى أثناء العلاقة الفموية دي، إنك لما تكون عينيك في عين زوجتك أثناء العلاقة دي بتدي إثارة حلوة وبتدي رسائل لطيفة. إنك بتداعبها أثناء إن هي بتعمل لك الحاجة دي، أنت المفروض بتداعبها، إنك تشكرها على اللي هي بتعمله. ما تبقاش قاعد بس كده معلش نايم على ظهرك على السرير وعامل كده ورامي نفسك وكأن يعني إيه يلا انت اشتغلي، لا ما ينفعش. المفروض انك بتعمل حاجة في المقابل، بتداعب حاجة، بتمسك شعرها، بتلعبها في شعرها في رقبتها، بحيث ان انت تخليها شغالة ان في حاجة بتحصل. لكن لما بتبقى عامل زي الفسيخة كده ولا زي الجثة الهامدة، حاجة انا شايفها مش لطيفة انت وشطارتك يعني. بس لازم تعمل حاجة اثناء هي ما بتعمل، وعينيك تكون متواصلة معاها على طول. ما ينفعش تغمض عينيك بقى وتتخيل واحدة تانية بتعمل مش عارف ايه والكلام الفارغ بتاعنا ده. لا، ركز مع الست، خليها تحس كويس قوي ان هي بتعمل حاجة. وانت واجب عليك تطلع اصوات، مش اصوات تسمع الجيران، ما ينفعش. اصوات تسمعها انك انت مستمتع، عشان تشجعها ان هي تكمل وتديك اداء افضل. واحنا زودناها ولا ايه؟ وانا لخبطت ولا ايه اللي بيحصل؟ هو انا عيب كده اللي انا بقوله ولا ايه يا جماعه؟ لو انا مش عارف عامه، انا والله قاصد اساعد بس انا فقت دلوقتي ان احنا زودناها. فكفايه كده، فكفايه ونقفل الفيديو وربنا يستر. فسامحونا اذا كان الموضوع وسع مننا، بس احنا الواحد بيعمل زي كأنه عملية جراحية كده، عايز يقول الحاجات وخايف يزعل الناس. فده اللي قدرنا نعمله، ونقابلكم في الفيديو الجاي، ونشوفكم في الفيديو الجاي عن الست، وربنا يستر، واتمنى لكم حياة سعيدة.